اول صفحه عملتها على الفيسبوك كنت عاملها باسمي الطبيعي، بس اكتشفت ايامها كنت الكلام ده كان امتى في 2006 اكتشفت بقى ان كل الناس بتكتب اسامي غريبه لغايه ما قابلت واحد عامل صفحه اسمها ميدو العاطفي. يا نهار اسود، مش عايزين فضايح ولا تشريد. لا بجد والله، يعني ليه ميدو العاطفي؟ ليه اسمك يبقى ميدو العاطفي؟ عشان سيد العاطفي بتامر حسني. كنت متاثر ايامها بتامر حسني، الله يمسيه يعني. انت شفتش بقى الصوره الشخصيه بتاعته بقى تامر حسني في الالبوم بتاع 2010 اللي هو حاطط البتاع ده؟ وفاكر الالبوم كان اسمه ايه يا اسطى؟ فاكر الالبوم ده؟ مش فاكر. كنت حاطط صوره زي يعني انت فاكر الصوره اصلا؟ مش فاكر الصوره ده؟ انت يا اسطى صاحب الاكونت يا اسطى اساسا. وانت كان اسمك الطبيعي عادي. عادي. انا كان اسمي محمود شعبان وكنت كاتبها بالعربي، بس اكتشفت بقى ان في اسامي غريبه جدا، يعني امير الضباب، امير الظلام، الملكه، رجاله ثلاثينيه، يعني رجاله كبار في السن، ناس محترمه، فاهم؟ الحقيقه ناس محترمه بتلاقي اسمه امير الظلام. والله حاجه صح كده. ولما مؤخرا بدات اخش اكتر في موضوع الفيسبوك لقيت في عالم مظلم جوه، في ناس يعني في مجتمعات كده انت ما تفهمش هي ازاي اتوجدت اصلا. يعني في بقى تعرفت على اللا انجابيين، تعرفت على ناس بيمارسوا حاجات ميول جنسيه وبيبداوا يخشوا كده على صفحات بعض. لا لسه موجود. لا اسمع مني، انا جاي لك من هناك. جاي من هناك. واخد بالك؟ وفي بقى الانيل من كده تلاقي ولد وعامل صفحه باسم بنت. لا ده كتير قوي ده، خد بالك ده كتير قوي. ده كتير قوي ده. يعني وانا عايز اقول لك ان انا في مره كنت محتاس وكنت عايز اجيب مصادر الماني وبتاع كتيره، يعني محتاس بجد، عايز حد يساعدني في موضوع الالماني ده. وكنت ساعتها بقى موضوع سفر لالمانيا ده كان ضارب في دماغي على اخره. عملت ايه بقى يا اسطى؟ محدش فيكم عارف الموضوع ده. انا عارف. عملت اكونت بنت سالي، مش هقول اسم، اسمها امال لو هتقول اسم بقى لان انا غالبا هسمي بنت ان شاء الله. المهم ان رحت دخلت على الانستجرام، طبعا جبت صوره، طبعا ده حاجه، جبت صوره حد انسان طبيعي وعملت ستاك من الصور، يعني جبت كتر من صوره واحده وحطيت صوره معينه، صوره حقيقيه من الشيخ زايد في مول العرب، والبنت دي من الشيخ زايد، يعني حطيت لها وجهه اجتماعيه معينه. ودخلت على جروب الماني، حطيت ميم كده بسيط، قلت لهم يا جماعه انا عايز اوصل لسي 1 مش عارف في 6 شهور حاجه كده متخلفه. طبعا صريخ ضحك. وانا عايز اقول لك لحد دلوقتي الرسائل ما بتفضلش. في حد كل اسبوع يبعت لي يلا نمارس حد من اتنين. يلا نمارس اللغه. يا ساتر يا رب. لا انا بجد اقسم بالله في ناس عرضت عليا، يعني في تيم ليدز في شركات زي فودافون، اقسم بالله عرض عليا ان هو يذاكر لي الماني خاص. طب ده واحد انت تيم ليد، انا فعلا تيم ليد مش هزار، ده شخص حقيقي يا جدعان، مش لا. وكمل رسائل اللي هو في التو واللحظه 30 واحد ومختلف الاعمار بقى، الكبار في السن والخمسينات والاربعينات والثلاثينات والعشرين كله، واخد بالك؟ لا يا جماعه في قوه رهيبه في الموضوع ده. انا اسمه ايه بقى؟ ده باور اوف ده ايه؟ معروفه. انا من ساعتها عرفت السكه بقى. انا خدت كميه مصادر الوقت ده اقسم بالله لا تتخيلوا، كميه مصادر الماني، واخدت اكسبوجر مفاجئ مره واحده. طب انا كنت راجل محدش كان بيعبر ميتين اهلي. ده حاجه تزعل والله يا عم، حاجه تزعل فعلا بجد يعني. الرجاله هو الصراحه ده حقيقي. الرجاله حط في حياتهم انثى هتلاقي الشهامه والجدعنه، وفكره ان الراجل هيسلك بنفسه، هتلاقي مصلحه، مع ان احيانا ما بيسلكش وبيبقى محتاج مساعده فعلا، بيبقى محتاج فعلا حد يوجهه. نفس الراجل ده كان واحد صاحبه قاعد بيموت جنبه عشان يناوله ازازه ميه، سابه يموت عادي. فايام الفيسبوك القديمه دي، وكان بقى قبلها كان الايميل. وافتكر ان انا واحمد اخوك كنا بنعمل حاجات مريبه جدا. احمد اخوك كان بيخش باسم بنت وكان بيوصل، كانت غرفه الدردشه بقى، مش كان بغرفه الدردشه. الله ينور عليك. في المنتديات ايام زمان. واحمد بقى يخش يعشم الولد وفي الاخر يقول له انا ولد، واحمد يستمتع بقى. كان شيطان. وكان ساعتها الياهو، كنا الياهو ساعتها كان حاجه طرش. فاكرين يا جماعه الياهو واليوتيوب اول ما طلع، لما كنا نبعت لبعض شاهد 90 هدف ولا مهارات عمرو زكي في وجن، حاجات كده، هي الحاجات اللي انا اليوتيوب ما دخلتوش غير مثلا في 2017. لا هي الكلام ده انا في ابتدائي. يا جدعان ايه يا جدعان انتوا مش عايش ايه يا احمد؟ ما كنتش في الياهو ولا ايه يا اولاد؟ الياهو نبعت لبعض الحاجات دي على ياهو بقى والكلام ده. ايوه الياهو. وبقى ده انا جبت مش عارف مهارات ميدو الاحترافي، مش عارف في فريق مين في توتنهام حاجه كده. لا صدق تابعت اليوتيوب من زمان، حتى كان فاكر المقطع بتاع ميدو وحسن شحاته لما قعد يقول له اطلع. ليه خرجتني ليه؟ كان مقطع كان عامل اي طريقه كده صح؟ كان جميل قوي الصراحه.
احنا جايين من قديم يا اخي، صدق احنا ناس قديمه على قديمه بجد يعني. ده حقيقي. منتديات وياهو وفيسبوك، ودلوقتي بقى بنحاول يعني نحاكي بقى الوضع على التيك توك والكلام ده. السوشيال ميديا وايام زمان، والموضوع كان زمان ملموم خالص يعني، على قد الياهو ومش عارف ايه والكلام ده، ويعني حاجه بسيطه جدا وحاجات شقيه كده بسيطه خالص، ما كانتش جزء من حياتنا تقريبا. دلوقتي بقى تقريبا يعني بقت وسيله سهل التسليه، وبقت كمان سهله. فالسؤال بقى يعني، انا عشان خاطر بقى فيش الحاجات كده، بحس ان احنا دخلنا في زمن صعب قوي. ازاي ممكن تقعد قاعده وتلاقي نفسك قعدت اتسحلت ساعتين في ريلز، او اتسحلت ساعتين في شورتس، ايا يكن مسماها ايه دلوقتي، وحسرته على الوقت اللي بيضيع. يعني عايز اقول لك من غير ما اخد بالي، مثلا هو يعني لما اجي ابص على الوقت اللي انا استهلكته، ما كنتش متصور ان انا ممكن اكون بستهلك الوقت ده. بس ما اجي افكر فيها، انا مثلا قبل ما انام مثلا اقول همسكه 10 دقايق، ربع ساعه، تلت ساعه مثلا، وهمشي كام ريلز كده، واقفل الريلز، يجيب ريلز تبقى مثلا الساعه 3 ولا حاجه، انام الساعه 3، ابص في الساعه قبل ما اسيب التليفون الاقيها مثلا 5 ونص، ساعتين ونص راح. وازاي ما تفهمش؟ طب الساعتين ونص دول مثلا انا عايزهم، انا بقول دايما ما عنديش وقت ان انا اعمل حاجه مفيده، ان انا اخش مثلا اذاكر مثلا انجليزي، اطور نفسي في الانجليزي مثلا، علشان عايز مثلا اعمل محتوى، الامور دي كلها بقول ما عنديش وقت. طب في ساعتين ونص راح اهو. اقوم مثلا الصبح رحت الشغل، اخدت بريك، قعدت شويه، هقعد مثلا 10 دقايق، ربع ساعه، الاقي نفسي مثلا ساعه ونص ممكن اكون قضيتهم مثلا في ريلز. لو لقيت نفسي مثلا ما فيش حاجه او مخنوق شويه، فتحت اشوف ريلز، اقول 10 دقايق ربع ساعه، اسلي روح ساعه ونص، الاقي نفسي في الاخر من 3 ساعات من 3 ل5 مثلا، من 3 ل5 في ايام معينه مثلا. ان انا بس طبعا انا بحاول اقنن الموضوع ده، بس ضياع الوقت غير عادي، وللاسف ما فيش سيطره. يعني بنقول هنسيطر وما بنعرفش نسيطر، هي دي المشكله بقى. يعني انت ما بتعرفش تسيطر؟ انا مسيطر جدا، بس في الموضوع ده بيفلت مني بصراحه. ايوه بس انت كده ما بتعرفش تسيطر في الموضوع ده ممكن اتمنى ان انا اقدر اسيطر في الموضوع ده. وبعدين احنا عموما يعني، انت حتى لو مفيش سوشيال ميديا انت مش هتعمل حاجه. مش عايزين الفاظ خارجه. هنعمل تيت في المونتاج. لا ما ينفعش. لا. انا الحمد لله ربنا عافاني من موضوع السوشيال ميديا ده، ما بحسش ان انا في عمار بيني وبينها، بس في نفس الوقت بحس ان انا احيانا كتير بعيد عن العالم بشكل او باخر، بسبب ان انا بسمع مصطلحات او الاقي ناس مثلا بتتكلم عن دكتور اسمه ايه، ضياء العوضي، او يتكلموا عن اي حد من هم الانفلونسرز وما اعرفش ايه، ويستخدموا مصطلحاتهم والتعبيرات بتاعتهم في حياتهم اليوميه. فانا ببقى احيانا فاهم هو ايه، انا واقف بسمع والناس بتضحك وفي ناس بتعلق وفي ناس بترمي، يعني واحد بيرمي الافيه والتاني بيرد عليه، وانا قاعد في النص اللي هو يعني مش فاهم. فاهم؟ فبحس احيانا بان انا محتاج ان انا اشوف السوشيال ميديا عشان خاطر اقدر اتواصل حتى في الحياه الطبيعيه مع الناس. وانت ايه الدنيا؟ هو انت برضو زي اخوك احمد؟ انا منزل تيك توك من شهرين مثلا اصلا، يعني التيك توك على جهازي من شهرين في الحياه في المطلق. فانا انا بس بنزله عشان خاطر اشوف، احط ايدي في زي ما بيقولوا كده في المجال ما هو السوشيال مش تيك توك بس، ما انت عندك اليوتيوب وعندك الفيسبوك وعندك الانستجرام، ما انت بتشوف كل الكلام ده. بس هل المفروض نعتبر اليوتيوب بالنسبه لي استهلاكي بيه بودكاست، حاجات يعني محتوى طويل، مش التيك توك هو محتوى عباره عن تفاف بس، شيخاخ بس. انا صراحه بحب جدا يوتيوب، بس برضو خد بالك ان الكونتنت، طب هو المشكله في الكونتنت ولا المشكله في الوقت؟ يعني احنا لو ظبطنا الكونتنت بقى مفيد، هل الوقت ده ضرره هيقل بما اننا بنستهلك الوقت ده في كونتنت مفيد، ولا المشكله؟ بقول لك هو ايه اللي خلى احنا مثلا كان عايز يخش 5 دقايق يقعد ساعتين او ساعه ونص، ونفس الموضوع دلوقتي بعاني من نفس الموضوع ده. ايه اللي خلى حاجه زي كده؟ ان هو القصير ده بيغرغرك، بص عمال تعمل كده انت بنفسك كأن في حد عمل لك في خرم زمني، انت دخلت خرم زمني، محتاج عامل خارجي يطلعك يفوقك، حاجه صلاه، محتاج مشاركه، تفاعل، حد يكلمك، اي حاجه. بس الخوارزميات بتطلع لك الكونتنت اللي انت بتستهلكه عموما. يعني انت لو بتستهلك كونتنت مفيد، فانت هتلاقي الريلز دي مليانه كونتنت برضو يعني انت مثلا لو بتتابع بيزنس، لو بتتابع كونتنت ديني، لو بتتابع كونتنت رياضي، بتتابع كونتنت حتى لو مفيد، هتلاقي حتى لو مفيد ستيل في ضرر، اللي هو
حتى لو الكونتنت ده مفيد انت مش هتستفيد منه اصلا بالطريقه دي صح نهائي. انت كده شوف مثلا، قول لي مثلا انا مثلا اهو ممكن مثلا كل يوم قعدت مثلا امبارح 4 ساعات او 5 ساعات مثلا شفت حاجات كتير مفيده. انا الكونتنت بتاعي بحب يكون مفيد، حاجات علميه، حاجات ليها علاقه بالطب، الكلام ده عشان خاطر مجال شغلي. انا مش فاكر اصلا انا اتفرجت على ايه او خدت معلومه واحده بس ممكن تكون مفيده من الكلام اللي انا سمعته. مش فاكر معلومه واحده بس اقدر اقول لك عليه. تقول لي مثلا انت خدت ايه مفيد امبارح من الخمس ساعات اللي انت قضيتهم، اقول لك مش فاكر معلومه واحده بس مفيده. انت نفس الكلام، انت فاكر انت شفت ايه امبارح او انت استفدت من ايه امبارح من لو حاجه اتفرجت عليها؟ انا اتفرجت امبارح 20 دقيقه بس في يوم مثلا في الايام اللي انت لا ما افتكرش خالص، لان هو زي ما انت قلت كده الموضوع اصلا متعة. معمول المتعة. بدراسه يا جدعان، ان هو فعلا يستهلكك ويستهلك الدوبامين اللي في دماغك. فلو هو استنفذ الدوبامين اللي في دماغك، انت اصلا انت بتعمل ده عشان خاطر انت في مرحله اللي هو يعني انت حتى بتسلي نفسك بطريقه باسف. يعني عارف لو انا كنت بتكلم مع حد في الموضوع ده، حد صاحبي تكتيكاوي قوي بقى، يعني اللي هو حاجه صعبه قوي، بقول له يا اسطى روح شوف لك جيم، يعني انت طالما انت راجل بتحب تلعب جيم. قال لي يعني الجيم هي هتفرق؟ قلت له اه الجيم احسن بكتير من اللي انت بتعمله ده. يعني انت بتعمله ده هو دوبامين فعلا باسف بطريقه بتخليك انسان رخو وانسان تحس انت مش انسان يلا والله موضوع وحش قوي، موضوع وحش قوي. انما اي حاجه فيها تفاعل، جيم انزل العب اي حاجه حتى لو كانت جيم على الشاشه، احسن بكتير من انك انت عملت حرفيا. ده اللي يعني انا نفسي اقول لفظ بس مش ينفع، يعني في دماغك بيحصل عمليه يعني. بس انت وصلت ل 20 دقيقه، يعني دي حاجه انت عملتها مؤخرا ولا هي كانت على طول 20 دقيقه؟ هي فكره ان انت بتقول امبارح قعدت 20 دقيقه بس على السوشيال ميديا؟ على التيك توك. تيك توك بس يا ابني ما احنا بنتكلم إجمالي. في كل السوشيال ميديا. اجمالي بقى قد ايه؟ لا اليوتيوب بكل حاجه ممكن توصل 3 ساعات. اليوتيوب ده المفروض نحطه ضمن السوشيال ميديا، لان انا بحس ان اليوتيوب لا هو بيبقى دول السوشيال مختلف. ميديا للاسف. انا بس بخش اجيب حاجه بتلاقي شورت قدامك مثلا، تلاقي عنوان كده مش عارف ضياء العوضي بيهدد بالانتحار قبل ما يموت، يا جماعه بيهدد بالقتل، ده مات مقتول مثلا، حاجه كده يعني. بتلاقي ايه وانت بتبقى في وسط ضغط، فبتفتح حاجه كده ايوه تجيب حاجه عارف سيجاره جايبت فاهم اللعبه دي. فتلاقي نفسك كده كنت داخل اصلا تسمع، والله ببقى داخل مثلا حاجه عظيمه قوي، كنت داخل اسمع اكمل بودكاست لحاجه دينيه اصلا. انا نفسي اللي هو انا كنت جاي ليه، انا كنت جاي افكر نفسي كنت جاي ليه. فالموضوع صعب يعني. بس دلوقتي في على فكره في اكستنشنز بتنزل لك عشان خاطر تمنع لك الشورتس من اليوتيوب، تقدر تشوف الحاجات المعينه. الاكستنشن دي انا لما كنت احيانا بنزلها كنت بتلاعب عليها عشان خاطر انت فاهم يعني ما بتحلش. في الاول بتجيب معاك نتيجه، بعد كده بتقعد فاهم انت الانسان خنزير والله خنزير. في الاول بتقعد تبقى كوميتد وملتزم بالبتاع ده، بعد كده بتقعد انت عايز تسمع، انت فعلا عايز تسمع، انت في وسط ضغط وشغال ومضغوط، بتلاقي قدامك حاجه عايز تسمعها، انت بتبقى عايز تسمعها، خلاص خلص الموضوع هتقفلها. طب على كده انتوا مش مؤهلين اصلا ان انتوا تدوا نصايح في ان احنا ازاي نبطل سوشيال ميديا؟ لا انا عندي نصائح، انا عندي تجارب جامده فشخ. عارف اللي هو كان احمد خالد توفيق الله يرحمه كان يقول لك ايه اكتر طريقه تخليك ناجح؟ اكتب كتاب عن النجاح وانت هتبقى ناجح. فانت شخص مستهلك للسوشيال ميديا بس عندك تجارب عن ازاي تبطل سوشيال ميديا جدا، وعندي تجارب ونجحت قوي. عادي مش شرط يكون الشخص اللي بيدي النصيحه يكون بيعمل بيها. وانت دلوقتي لو انت سالت احمد مثلا، احمد هو اصلا مش بتاع، احنا كلنا مش بتوع السوشيال ميديا، بس هو الفكره كلها ان احنا كلنا مضغوطين وما عندناش، انت ما قعدتش كده تسيستم الموضوع، ما عندكش سبيل للترفيه تاني، او بقى سبيل للترفيه رخيص وانت نايم على السرير كده بتقعد تعمل كده، وفي دوبامين بيطلع زي الدوبامين، هو نفس الدوبامين اللي بيطلع وانت زي كده اللي بيشرب مثلا حشيش يقول لك انا بسافر يا عم كل الدنيا بشرب الجوان بروح كل الدنيا وبعمل كل حاجه في حياتي. فاهمني ازاي؟ دوبامين. انا لسه فاكر حاجه دلوقتي، انا بقول امبارح 20 دقيقه تيك توك بس انا مخلص 3 حلقات انمي. والله مشطب امبارح مسلسل اصلا انمي. ايه الهطل اللي انا فيه ده؟ بس ده موضوع تاني، يعني ده موضوع تاني، بس هو يعد استهلاك برضه. لا بالنسبه لي الانمي احسن من ايه يا عم، ايه انمي ولا فيلم، اي حاجه احسن من تي دي يا اسطى. ده دي انا بحس كل يعني انت قاعد كده قاعده فيها اللي انت بتقول عليه ده هو الاتيتيود ده، انت هتخلص القعده هتحس انك انت مش عارف، انت في شخاخ في دماغك، في خرا، في حاجه غلط، في حاجه انت تحس ان انت فقدت انسانيتك، ما استفدتش اي حاجه في الحياه ووقت كبير جدا ضاع. حاجه صعبه بصراحه. هو ده اللي بيسموه البرين روت تقريبا، اللي هو تعفن الدماغ. ايوه هو ده تعفن الدماغ، اللي هو الاتنشن سبان، او المده اللي انت تقدر تحافظ فيها على انتباهك بقت قليله بطريقه مرعبه، وانت بقيت عندك محتاج ستيميوليشن او اثاره ذهنيه معينه عشان خاطر بس تكمل
ثواني من الفيديو. يعني انت لو ما حطيتش يقول لك الهاك مش عارف ايه، محتاج استثاره ذهنيه ومرئيه معينه والوان وشطشطه وبتاع عشان خاطر بس تكمل 3 ثواني 5 ثواني 10 ثواني اصلا. انا اول ما بدات الموضوع الكونتنت ده كان دخلت شويه عشان افهم الكونتنت بتعمل ازاي وبتاع، فلقيت الواحد بيقول لك يعني بداوا الاول بدقيقه ونص، قال لك لازم يبقى يعني ماكسيمم دقيقه ونص. طبعا انا بالنسبه لي دقيقه ونص ده كارثه، يعني هعمل ايه في دقيقه ونص؟ بعد شويه لقيت مؤخرا دقيقه، دلوقتي 30 ثانيه. ما تكترش عن 30 ثانيه. سمعتها والله كده انا اتفاجئت. ف 30 ثانيه اعمل فيهم ايه؟ يعني انا لو هقول كلمتين، يعني دايما انا بحب الاسترسال الصراحه، بحب المحتوى اللي فيه استرسال، فيه حكي، فيه تفاصيل كتير. فحاسس ان هو بقى فعلا المحتوى كل ما قل كل ما بيجيب، وبقى حته الهوك وحته ان انت لازم تفرمل دماغ يعني بقى اللي بيعمل محتوى بقى حاطط في دماغه ان الشخص ده عمال يعمل كده، فانت لازم من اول لحظه تخليه يفرمل السكرولينج ده عشان خاطر يقف ويتفرج عليك. فانا الصراحه العمليه دي كلها بالنسبه لي عمليه مزعجه جدا، وبحس ان اللي بيشارك فيها انسان بدماغ كلبه، وانا شاركت فيها شويه للاسف بعد ما خدت نصيحه واحد ابن خالتي كده ربنا يسامحه، قال لي قلل المحتوى بتاعك. فبعد كده صراحه حسيت لا انا مش هعمل كده تاني. ماشي. انت ايه رايك يا عم احمد في الكلام ده؟ كلام المحتوى القصير ده حاول ترد يعني تسأله سؤال تاني، فاهم يعني حاول تسأله عشان خاطر هو ده منك وفي نفس الوقت عشان الفيديو. اللي هو المحتوى القصير ده، وفكره اسمه اتنشن سبان. قدرتك على يعني القدره على الانتباه قلت، يعني فتره الانتباه انك تحافظ على الانتباه اصلا قلت خالص. بسبب الريلز وبسبب المحتوى القصير ده. احنا ايه اللي وصلنا اصلا لفكره المحتوى القصير ده؟ يعني احنا عاملين المحتوى عمال يقصر. انا متخيل ان احنا بعد كده هيبقى فيه 15 ثانيه، هيبقى فيه فاهم. هو بقى فيه 15 اوريدي ثانيه طبعا، في 15 اللي هو تلاقي حاجه كده اللي هو ايوه و10 والله وبتفايرل الافكار وبتجيب. انت دلوقتي ده في تجارب انت وهتجيب، بحط لك مثلا لا في حاجات بشوفها مرعبه يعني والله، وبتجيب يعني. شوف بس انت بتعمل محتوى اوريدي، فانت جربت تعمل محتوى قصير من محتوى الطب بتاعك ده بتاع الصيدليات؟ بحاول ان انا اقصره على قد ما اقدر، بس هقول ايه في دقيقه ولا نص دقيقه ازاي؟ يعني هقول في نص دقيقه مثلا حاجه. وهي دي بقى المعاناه اللي انا بعانيها دلوقتي، ان انا احاول ازاي اخلي فعلا المحتوى اللي انا باجي ابص حتى على الاحصائيات بتاعه الفيديو، بلاقي مثلا اللي كمل معايا الفيديو للاخر 3-4%. اللي هو الفيديو بيبقى قد ايه اصلا؟ بيبقى دقيقتين ونص، بيعتبرين ده حاجه كبيره. باجي ابص مثلا على اللي هو الرسم البياني، بلاقي مثلا معاك قاعد ينزل مثلا لحد نص الفيديو، ما حدش قدر يستحمل يكمل مثلا. فاهمني ازاي؟ مع ان بكون عامل محتوى مركز وعامل فيه شغل كويس الفيديو وكل حاجه، وبتكلم في مواضيع مهمه بتمس على طول الناس بحكم تجاربي في الشغل وكده، بس ما فيش قدره على ان هو يقعد فعلا فتره طويله في موضوع ان هو خلاص زي ما اتكلمنا ان هو الدوبامين. انت تعودت بقى ان انت تجيبه على طول، يعني الحاجه اللي كان عايز يقولها بس استحى ان هو يقولها، اللي هو ده اللي بيجي على طول بقى، فهو بقى في سرعه، هو قالها. هو كده فعلا اللي هو. فانت خلاص بقى مع الوقت كمان بقى لحد في الاخر انت عارف اللي هو ايه، هو انسان طبعه كده زي اللي بيشرب مخدرات كده. اللي بيشرب مخدرات ليه في الاول بيكون منتشي جدا من نفسين، بعد كده عايز نص سجاره، بعد كده عايز السجاره لوحده وياخدها في بيسموها ايه، بياخدها مع نفسه كده وبيسميها ايه اللي هو الجوينت اللي هو كان بيسموه ايه، بيسموه سامسون. السامسون. بس بقى ايه بقى خبيث بقى، مش بقى عايز كان مع اصحابه الاول ياخد كل واحد بس يمشوها نفسين بعد كده بقى بياخدها في الخبيني. وخدها في الخبيني كده السكرته منه يشرب ليه؟ عشان خاطر تجيب معاه نفس اللي كانت بيعملوا النفسين. فبيحصل بقى ايه، كل ما انت بتعوز اكتر بعد كده خلاص بقى بتجيب معاك اصلا. نفس الكلام برضو الريلز، يعني الناس بتتفرج على الريلز ويجي لهم اكتئاب بسبب مقاومه الدوبامين اللي قلت لك عليها. مش قلنا في الفيديو ده صح؟ كنت قلت لك عليها بيننا وبيننا، مش قلناها في الفيديو. مقاومه الدوبامين دي من كتر ما في افراز للدوبامين كبير جدا، اصبح ان المستقبلات بتاعته بتقفل على روحها. يعني ما عادش الدوبامين اصلا بيوصل للجسم، في مقاومه، يعني في دوبامين بينزل بس انت تتدخل كميات دوبامين كبيره جدا، الجهاز العصبي مش قادر يستوعبها، فخلاص برضه رغم بيقفل. فانت بقى عايز تعمل ايه؟ ده اللي كان بيجيب لك الدوبامين، فانت عمال تكاحر علشان توصل للنشوه اللي انت كنت بتوصل لها، وبرضه مش جاي معاه. زي برضه المدمن بيبقى خلاص احيانا بيوصل لمرحله ان هو ممكن ينتحر، اللي هو خلاص هو حصل عنده المقاومه دي برضه، ورغم كده مكمل في نفس الحاجه برضه في نفس السكه، عايز يزود فيها علشان يوصل لنفس الكلام ده. ما هي دي الدايره بتاعت
بتاعت الادمان اللي هو دي انت دايره ادمان. هو حرفيا ادمان السوشيال ميديا والمحتوى السريع دوت، حرفيا ادمان. وبقى المصيبه ان هو الادمان على الاقل مختصر على الناس اللي بيكونوا الناس اللي هم بيكونوا بالغين، اما ده وصل دلوقتي للاطفال، بيبقى في ايد الطفل من هو عنده 3 سنين و4 سنين و5 سنين وهو في ايده. ويجي بقى عندي في مثلا الناس اللي بتابع معاهم نوتريشن وكده، طب عايزين حاجه كويسه للايه، للولد مثلا، بص ما بيذاكرش نهائي، ما بيطيقش يقعد على الكتاب ولا 5 دقايق، معاه تليفون وبيتفرج على، مدمن تليفون، مدمن انه يمسك التليفون ويلعب على التليفون ويتفرج على ريلز على التليفون. طب ما خلاص، ما انت عايزه ايه؟ ما هو الفكره ان هو مش محتاج مكمل، هو محتاج دماغه تعيد هيكلتها تاني بانك انت توقف الكلام ده خالص. هو عشان توقفه بيبقى صعب خلاص، ولو مدخل فيها بيبقى صعب، فالموضوع محتاج والمشكله سيطرة. كمان في موضوع الريلز ده ان انت بلاحظ ان هو ايه، يعني انت ريل محتوى ديني، ريل محتوى رقص، ريل محتوى تعليمي، ريل معرفش تلاقي حد طالع بيتكلم في اي حاجه ملهاش اي معنى في الدنيا، ريل تلاقي واحد بيمثل. الفيديوهات بقى بتاعت العيال اللي بتمثل في العشوائيات دي بتقتلني، وتلاقي عليها كميه مشاهدات. انا نفسي افهم اللي بيقعد يتفرج عليها بيعمل ايه. هم الحاجات بتاعت البيت اللي هي بتبقى بيقعدوا ياكلوا بتاع وتعالى يا بيت ومش عارف حاجات او كده، في اسامي كده وخالد ما اعرفش ايه مش عارف ايه وحمدي ووفاء والاثنين اللي يقعدوا يتخانقوا مع بعض وبعدين يردوا بعض على البتاع يا عم انا هتجنن. ده شفت الراجل اللي هو بيقول لك بيقول ايه، اللي هو غدانا يا اخوانا بعد الشغل 15 جوز حمام و700 مش عارفه حبايه ايه وبتاع ايه، لو عشان الاكل بسيط مش هتعملوا لنا لايك. وتلاقيه جايب بقى ايه كميه لايكات وكميه مشاهدات لدرجه ان هو يطلع ترند، ولدرجه ان هم يجيبوه في اللي هو في مطاعم مشهوره يقعد فيها زي البلوجر والكلام دوت. هو عمل ايه ده؟ انت راجل مستفز، راجل حاطط قدامه 500 اكل بقى جامد جدا ويقول لك غدانا يا اخوانا ويقعد يحتقر في الاكل ومش هتعملوا لنا لايك. انت عملت ايه عشان خاطر تبقى ترند؟ اولاد المجانين مين بيتفرج على الناس دي ومين بيوصلهم؟ انا واحد من الناس جيت فكرت فيها انا واحد من الناس وصلته ليه؟ ما انا عرفت الكلام ده ازاي؟ اتفرجت عليه جبت الفيديو للاخر معاه، خلاص انا كده من ضمن الناس اللي شافت الفيديو للاخر، فهم فايرالين له بقى، انا واللي زيي انا منتقده وشفت الفيديو للاخر. فايه اللي حصل؟ قعد بقى كل اللي اتفرج عليه ده مش، وبدا ان هو ايه يبقى ترند، فتبدا بعد كده ده بقى ترند وراح وعمل وسوى. الناس اللي هتعمل محتوى شبهه برضو يقول لك المحتوى الرخيص برضو اللي هيجيب مع الناس، وهكذا بقى. وتلاقي يعني وعشان كده انا بالنسبه لي موضوع الترندات او الكونتنت السيء ده سبب انتشاره مش الناس اللي بتعمله، الناس اللي بتسقف، احنا الناس اللي حتى الناس اللي بتخش تشتم، يعني اللي بيخش يقعد يشتم ده هو مش واخد باله ان هو بيتفاعل على الكونتنت ده، وبالتالي بيدي زي كده اشاره للخوارزميات ان الكونتنت ده يتشاف اكتر. صح. ايوه، ما هو ممكن يبقى ترند في الوساخه عادي، ممكن يبقى ترند في الغباوه عادي، وفي الوساخه والناس بتشتمه فهو يبقى ترند عشان الناس بتشتمه. انت المفروض عشان كده ايه، في نقطتين هنا. اول نقطه انك انت المفروض زي ما بيقولوا كده اميتوا الباطل بالسكوت عنه. طبعا ده مش حديث، ما اعتقدش ان هو حديث، بس هو يعني زي ما بيقولوا يعني انك انت لو في حاجه انت شايفها كويس وحشه خلاص ما تستهلكهاش. ايوه بجد ما تستهلكهش. العيال بتوع الحواري والكلام ده انا برضو كنت بتفرج مثلا، بلاقي مثلا فيديو هو هبل بس اتفرجت عليه للاخر، باجي اخش على الفيديو الاقي مثلا جايب 30 مليون متفرجين على ايه الهبل ده، 30 مليون اتفرجوا على الهبل ده. بقيت اعمل ايه دلوقتي بقى؟ على طول اعمل غير مهتم. حلو قوي. احنا دلوقتي محتاجين نتكلم في نقطه محمود يعني نوه ليها وما كملهاش، فكره ان انت مش بتسمع نوع واحد من المحتوى، والمشكله مش في المحتوى، المشكله في الوقت بس. الفكره بقى في عامل تاني، فكره السعه النفسيه. انت بتسمع حاجه سياسيه ليها علاقه بحاجه جيوسياسيه في المنطقه، ايران مش عارف قفلت منطقه ايه وترامب بيهدد بايه، بعدها على طول بتشوف فرح بلوجر على سلمى مش عارف عبد العظيم وايه وبيتعكسوا في ايه، وبعدها بشويه بتشوف 2 بيتجوزوا. وانت الحاجات دي هي احتياجات عندك، خلي بالك. انت بتشوف حد في شهر العسل، بتشوف حد مش عارف ايه، وبعدها بتشوف واحده ابنها مش عارف حصل له ايه. فكم التغير في المشاعر النفسيه ديت مع بعض بالطريقه ديت بالهلك ده لما يستمر مثلا لمده ساعه ساعتين 3 ساعات، ده بيخليك متهرتق من جوه. هات لي بقى النموذج ده وخليه يبدا يستوعب وحي سماوي، خليه يستوعب وحي فيه علو، وحي فيه قدسيه معينه. مستحيل طبعا، مستحيل يقدر يستوعب ده. ايوه انت حتى بقى انا مثلا ببقى داخل مثلا عشان اشوف التطورات اللي حصلت في الحرب بين ايران وامريكا، تمام؟ بلاقي جالي وانا خلصت الفيديو ده غصب عني عملت ريلز، عملت سكرول، نزلت تحت لقيت الاغنيه دي ياه جايه لي على الجرح، انت فاهم ازاي؟ كملت الاغنيه، بعديها مشيت لقيت واحده بترقص،
انا مش انا مقاطع الحاجات دي، احنا عايزين نبقى محترمين، عايزين نبقى محترمين عشان ربنا يبارك لنا كويس. بس الواحد زي ما انت قلت له احتياجات، تمام. فانت ممكن جاي على الجرح برضه جت على الجرح برضه. فانت اصلا للاسف الشديد غصب عنك بتخش في ذنوب وبتخش في حاجات. انت كنت انا مثلا مش عايز اسمع اغاني، مش عايز مثلا اتفرج على حاجه، عايز اغض بصر، مش عايز اتفرج على حاجه وحشه، غصب عنك وانت بينك وبين نفسك كنت قاعد كده وماسك وعمال تقلب، ودخلت في كده في دوامه، او دخلت في تنويم مغناطيسي كده اللي هو عامل زي المغيب، وعمال تعمل كده او عامل تعمل كده المغيب. ايه اقسم بالله تقعد بقى تتفرج حاجات انت مش كنت اصلا تتخيل انك تتفرج عليها. يعني انا مستحيل اخش مثلا اقول مثلا ايه فلانه بترقص مثلا عشان اتفرج عليها وهي بترقص، بس لو جات لي هتفرج عليها، ومش كده بس عجبتني اروح داخل بقى على الصفحه بتاعتها واشوف بقيه الفيديوهات بتاعتها. الله الله الله، شفت اللي حصل؟ مصيبه سودة. فموضوع الريلز ده كده كارثه. هو حتى لو انا بتكلم كمثال، ممكن مش اكون بعمله بالشكل ده، بس غصب عن الواحد كلنا بنخطئ، كلنا بنخطئ. ممكن يكون واحد وقع في كده فعلا او بيقع في كده، بس بقى الواحد بيحاول ان هو برجع بعد كده اقول ايه اللي حصل معايا ده، حصل كذا كذا كذا، ابدا احلل اللي حصل عشان ما يتكررش تاني. فاهمني ازاي؟ وبرضه احنا بنقول الكلام ده دلوقتي من باب ان هو ما يتكررش تاني معانا او مع غيرنا. فاهمني؟ يعني احنا ناخد بالنا ان الموضوع فخ، يعني انت بتقع في فخ. الفخ ده فعشان بحته حتى لو الكلام ما فيهوش ذنوب يا سيدي. الكلام اللي هو ايه، انت راجل رائد اعمال في نفسك وعايز تطلع باحسن فكره في الكوكب، وعايز تسمع اللي حواليك، وعايز تبقى مدرك كل حاجه وسابق كل حاجه وسابق الزمن اللي حواليك، وكل الفيد بتاعك كل اللي انت بتسكرول عليه ده ما بين بقى افكار، ما بين بقى نماذج ذكاء اصطناعي، ما بين الكلام ده هو استهلاك طاقه نفسيه. لان هو انت عمال مشاعرك عمال بيحصل لك اراوزنج للمشاعر، ما بتترجمش في عمل حقيقي وما بتترجمش في حاجه حقيقيه. لا. انت عمال بتشاهد مشاهدات بس بره. عشان كده معلش هاديك تعقب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به غيرك، صح؟ انا متابع ازواجا غيرك. مش فاهم ايه علاقه الايه دي باي حاجه. فكره انك انت تمد عينك عموما على انت الاستيعاب ده، انت عمال تمد عينك على اما على نجاحات، تمد عينك على ارتباط. وقف عند ولا تمدن عينك عشان قلناها غلط، تقريبا قلناها غلط. ارجع تاني بقى لحد ولا تمدن عينك، هتستدل بايه تبقى ايه صح عشان خاطر مش فيها تضليل. ممكن ترجع للايه، ممكن ترجعها تشوفها كده ولا تمدن عينك كده، مش نرجع تاني عادي. ولا تمدن عينك. انا بحس ان الموضوع ده على فكره والله يعني انت اقول لك الحاجه ثانيه واحده. كل المهندسين المدني عايزين يشفتوا منهم ظهر ولا تمدن عينك الا ما متعنا منهم الا ما متعنا به ازواجا تريد زينة زهرة الحياة الدنيا نفتنهم فيه. ماشي. نرجع تاني للحته دي. قص دي ماشي. ثانيه بس، احنا كنا بنتكلم عن ايه اصلا؟ هو الايه وانت كنا بنتكلم على الاستهلاك يا اسطى، الاستهلاك. فانا عقبت على الفكره كلها ان احنا ممكن نستهلك حاجه كويسه وفي نفس الوقت تستهلكك. والاستهلاك النفسي ده هو استهلاك نفسي حتى لو كان في حاجه كويسه مش في ذنوب. بس انت دخلت من نقطه الاستهلاك لنقطه المقارنه بقى. تمام. هو في نقطه، هو انت اوريدي، انا يعني انت مش داخل مخصوص تبص على ذنوب. انت برضه يا عبد الرحمن اكيد لو بتخش على الريلزات هيقابلك حاجات زي كده غصب عنك، هتخش هتقع في كده غصب عنك. ده شيء طبيعي وده فطره جوانا كده. لا انت بكل 10 هتقع فيها. مفيش حد يتحدى لو في حد بيقول ان هو بيتفرج على الريلزات للاستفاده فقط. انت حتى لو داخل عشان تستفيد زي ما انت بتقول، لو عايز تستفيد فعلا هتخش على سلسله كامله مثلا حتى لو فرضت. ايوه، ما حد الريلز ده للترفيه فقط. انا شايف ان هو للترفيه فقط، تاخد منه محتوى علمي لا. حتى لو انت عايز تاخد منه اخبار حقيقيه، المصيبه بقى اللي احنا عايشين فيها حاليا بقى ان معظم الاخبار بقت فيك وبيعملوها مخصوص عشان خاطر يجيبوا بيها مشاهدات، صح ولا لا؟ يعني مثلا تلاقي مثلا في التطورات بتاعت الحرب مع ايران مع امريكا 50,000 خبر فيك حصل في القصه ديت، وكله بيركب الترند زي ما انت بتقول. فانا مش لاقي حاجه حقيقيه تركب لي الترند وتخلي عندي مشاهدات. بعمل شغل فيك، اعمل شغل فيك كله بقى فيك دلوقتي. يعني كمان لو انت عايز تاخد معلومه حقيقيه مش هتاخدها من الريلز، صح ولا لا؟ مش احنا دلوقتي برضه احنا طلع بره الموضوع. انا بتكلم عن نقطه محدده، احنا مش بنتكلم عن معلومه حقيقيه ولا بنتكلم عن حاجه، بنتكلم عن نقطه محدده. فكره الاستهلاك النفسي، حتى لو الحاجه ديت نفترض ان هي كلها حاجه كويسه مفيده، وانت مقدم لك بطريقه ان انا بقدم حاجه ورحله
وانت بتعيش المشاعر دي، انت ايه اللي بيمتعك؟ انك بتعيش مشاعر النجاح. هو بتكلم على فكره الاستهلاك النفسي. الاستهلاك النفسي مش في ذنوب بس، الاستهلاك النفسي عموما المشاعر اللي بتتمزق وانت بتشوف حاجه تانية، بتشوف مظبوط مشاعر تانية او بتحاكي مشاعر تانية. انت بتتكلم هنا عن الشعور الاستهلاك النفسي يؤدي الى انك انت بتستنفذ نفسيا، بيؤدي انك انت مبقاش عندك فائض نفسي انك انت تعمل حاجه في حياتك، ان مفيش فائض نفسي لطموحك الحقيقي، لرغبتك انت رغبتك وحياتك وشخصيتك بتروح في وسط الكم الحاجات اللي انت استهلكتها. مظبوط. في الاخر انت تلاقي والله ده انا بشوفه والله العظيم معظم مهندسين المدني عايزين يشفتوا مثلا. انا اصحابي كلهم عايزين يشفتوا، وكلهم بيشوفوني ان انا كواحد مشفت مثلا للسوفت وير انا نجحت. وتلاقي بتاع السوفت وير عايز يشفت، عايز يروح فلاح، عايز مارتينوس والله. يعني كل واحد يعني بيبدا يشوف المشاعر الثانيه ويعيشها وما بياخدش اكشن. هو بالفعل بيدور، هو ممكن يكون بيدور. انا كميه الناس اللي قعدت معايا عشان خاطر تسالني عشان خاطر نعمل الحركه دي ازاي كتير قوي والله، ومحدش بيتحرك. انت عمال تستهلك بس، انت مش عندك الجرأة انك تتحرك. انت اللي حواليك يعني عشان كده فكره الايه اللي انا قلتها، اللي حواليك بيوحوا ليك انك انت دي حاجه او دي حياه حقيقيه او دي حاجه او رغبه المفروض تسعى لها، بس انت مش رغبتك اصلا. الفكره كلها في كده. هي الفكره في ان اللي انت بتتكلم عنه ده زي ما هو اللي بيقولوا عليه ان انت بتفضل تقارن نفسك، او بتفضل كل واحد بيظهر احسن حاجه عنده على السوشيال ميديا، وبالتالي بتفضل تقارن نفسك باللي موجود على السوشيال ميديا، فبتلاقي نفسك بتحس ان حياتك اقل او ان في حاجات كتير فايتاك، اللي هو بقى اللي بيسموه الفومو او الفيلينج اوف ميسنج اوت، اللي هو ان انت حاسس ان في حاجات فايتاك انت لازم تعملها. فبقى في السوشيال ميديا بقت بتفرض عليك بشكل او باخر شكل حياه معين، انت لو ما عملتوش بتحس ان انت حياتك اقل بشكل او باخر. هل ده اللي انت بتتكلم عنه؟ لا، اللي انا بتكلم عنه فكره الاستهلاك النفسي، وده اللي بيؤدي في الاخر انك انت تضيع هويتك وتضيع رغباتك الحقيقيه. في الاخر انت بتبقى مجموعه محصله لحاجات انت شفتها. انت في الاخر يعني قصدك كده يعني ان انت مثلا اتفرجت على حياة ناس كتير او اتفرجت على اشكال من الحياة كتير واشكال مختلفة واشكال من النجاح والكلام ده، فده مخليك يا اما بتبقى محبط او حاسس باكتئاب لانك انت في حاجات كتير كان نفسك تحققها زي ما الناس دول حققوها وما قدرتش تحققها، او انك انت هويتك نفسها بدأت ان هي تتشتت وبقيت عايز تروح لشكل تاني انت شفته لفت نظرك وخلاك فتنك في شكل تاني من الحياة، فتنك وعايز تروح له، ففقدت هويتك الحاجة الأصلية اللي انت كنت عايز تعملها. وحتى مش فتنك عجبك بس مش حاجه واحده، انت بتلاقي نفسك والله العظيم. دي نقطه كده، دي نقطه وسلبيه ضخمه جدا، اعتقد ان احنا كلنا عايشينها، واعتقد ان هي مأثره علينا كلنا جدا والله اكتئاب يا جدعان. النقطه الثانيه اللي انا اتكلمت فيها ودي مهمه ولازم نحطها في الاعتبار، ان هي بتوقعك غصب عنك فيما تحذر وفيما يغضب ربنا غصب عنك. انت قلت الموضوع ده دي النقطه الثانيه. ما كان معايا نقطتين، معاك حاجه ممكن تضيفها في القصه دي؟ ما هو انت كده اتكلمت، يعني كده كانك اتكلمت على 3 نقط. يعني انت اتكلمت برضه على الفومو من ضمن الكلام اللي انت قلته، يعتبر طبعا اللي هو الفيلينج اوف ميسنج اوت. وفكره الحته بتاعت الهويه دي يعني لغايه دلوقتي مش فاهم بالظبط انت قصدك ايه. يعني مثلا انت قصدك ان انا لما بخش اتفرج على الحاجات دي فببدا اتبنى وجهات نظر مش بتاعتي، واتبنى شكل حياه مش شبهي ايوه، لان هو شكل الحياه اللي المفروض ان انا اعيشه. انت بتبدا ده اللي بيحصل فعلا، ده اللي بيحصل فعلا. انت مش بتحس، وده اللي مسبب عدم رضا عند ناس كتير مؤخرا. انا مش مستهلك قوي للسوشيال ميديا، فبالتالي بس يعني اتصور ده. يعني مثلا انت لو بتتفرج، انا لما بتفرج على فيلم مثلا ممكن بشكل او باخر احس ان انا عاوز اعيش حياتي، وده بيبقى ادعى البطل ده للحسد وادعى للغل والله. يعني ده حقيقي يعني. اللي بشوف الكلام ده، لان انا مثلا يفترض دائما ابدا ان بقى في زي كده ستيريوتايب او زي يعني اطار معين اللي شغال في السوفت وير مثلا. فاي حد شغال في السوفت وير بقى ترند، وانت ما تعرفش اي حاجه غير ان هو شغال في السوفت وير، فهو بيقبض بالدولار وبعت معاه لابتوب وبيقعد في الكافيه. هو ده فكرتك عن السوفت وير، خلاص هو ده السوفت وير. ليه؟ هل انت دخلت في المجال ده عشان كنت انا بسكرول وشفت حد قاعد هو اخذ الفكره واخذ شكل الحياه من التيك توك او من السوشيال ميديا؟ ما يعرفوش ان جماعه السوفت وير دول جماعه غلابه، كلهم عايزين كلهم مصابين بمشاكل في والله حقيقي، مصابين في كل حاجه في حياتهم. يعني عندنا مشاكل كتير ومشاكل اجتماعيه ومشاكل متوحدين بنتكلم مع الاجهزه. يعني انت لو دخلت على اي حد سوفت وير ديفلوبر هتحس ان هو متخلف عقليا، بيتكلموا مع نفسهم كتير، وبيبدا يبقى عندهم حاله كده من القياس اللي هو ما بيعرفش يتعامل مع البشر اصلا. فزي عبد الرحمن اخويا كده والله ببدا انا اعمل والله بتعمل سيموليشن اللي هو احنا بنعمل ماث والله. يعني انا سمعت فيلم على الموضوع ده، واحد كان عنده
توحد او اوتيزم او حاجه كده، كان بيحول العلاقات الاجتماعيه لماث، لرياضه، لحسابات، اللي هو يقيس الرياكشنز بطريقه معينه. ده تحول اي كده. ده الاي اي بقى ممكن يرد عليك على حسب نبره صوتك مثلا، اللي هو يجس نبره الصوت، انت حزين فيكلمك يواسيك، سعيد فيفرح معاك وهكذا تقريبا. احنا عايزين نعمل نهيه للنقطه دي، عايزين خلاص. فاحنا اخيرا وليس اخيرا، الكونتنت اللي على السوشيال ميديا معظمه مضر. لو عاوز تتابع حاجه تابع المحنكين. هو صحيح احنا ما بنعملش حاجه مفيده، احنا 3 طالعين نتحنيك عليك وطالعين نقول لك بطل سوشيال ميديا من خلال ان احنا طالعين لك من السوشيال ميديا، فده العبث في حد ذاته. بس تابعنا عموما يعني كده نبقى احسن من اي كان اسمهم ايه كده، نبقى احسن يعني. الا لو احمد طبعا قام قرر ان هو يرقص فجاه قدام الكاميرا، فده ساعتها هيبقى مشكله كبيره. ده هتبقى حاجه. انا ما بعرفش ارقص اصلا، ما انت عارف. ده هو عبد الرحمن اللي كان عايز يرقص، انت اللي كنت عايز ادفع فيها فلوس. احمد هو كان بيرقص رقص. انا عندي فيديو قسما بالله احمد لو طلعته هيبقى ترند. لا مش بتكلم على الترند، هيبقى ترند.